تخيل معايا كده راجل شغال في شركة مقرفة وكاره حياته، مستحمل ضغط ومعاناة تهد أي حد، دايس على نفسه وكرامته، وكل ده بس علشان عيلته، بنته ومراته اللي مفكر إنهم هم اللي هيهونوا عليه الحياة، ولكن حتى دول بيطلعوا في شنك. فجأة الراجل بيكتشف إن مراته بتخونه، والبنت اللي بيربيها بقاله 10 سنين ما بتطلعش بنته. يا الله، اتصدم صدمة عمره وحياته اتدمرت، مش عارف يعمل ايه ومش مستوعب اصلا، وحاسس ان هو في كابوس نفسه يفوق منه. لكن هل بكده خلص الموضوع؟ لا والله، ده الراجل من القهر بيتعب وبيدخل في اكتئاب. الشركة كمان بتتهمه ظلم بالسرقة وبيتحكم عليه بالاعدام. كمية ظلم وقسوة غير مسبوقة. يا الله على اللي حصل لهذا البطل. انا عارف انك اكيد اتعاطفت معاه يا صديقي، حسيت ان الدنيا داست عليه، لكن صدقني هتحصل للبطل ده حاجة هتقلب حياته رأسا على عقب، هتحوله من شخص متخان كحيان لبطل عنده موكب وكوكب مليان حنان. فقبل ما ادخلك في القصة اللذيذة عاوزك تصلي على النبي وتفتكر حاجة. ايوه، هي ديت المرة السادسة في تحدي 70,000 لايك في اول يوم. المرة اللي فاتت وصلنا ل 57,000، ولكن النهاردة بإذن الله حاسس بشعور مختلف، حاسس كده اننا هنعدي الرقم ده بكتير، واكيد الاحساس ده جاي من الثقة في جيش العزيز، صح ولا ايه؟ لا اسمعكم. طب ما تحط لايك وتشترك ويلا بينا نبدأ. حكايتنا بتبدأ في الفضاء، ولكن مش الفضاء اللي احنا عارفينه، فضاء عادي انك تلاقي فيه سفينة فضائية رايحة تحارب، وبالفعل بنشوف جيش من السفن الفضائية واقفين وبيستعدوا للحرب، ومرة واحدة بتجيلهم إشارة ان في حاجة بتقرب منهم. فجأة بتتفتح بوابة قدامهم وبيخرج منها فارس اسود. بيكون الجيش خايفين منه لانه معروف بقوته، بس بيستغلوا فرصة ان هو لوحده وبيبدأوا يضربوا نار عليه، لكن الفارس بيتفادى كل الضربات وبيهجم على السفينة نفسها، وبعدها بيبدأ يدمر في كل الآليين اللي قدامه، وبحركة واحدة من سيفه بيقسم السفينة الرئيسية لنصين. جوه الفارس ده بيكون بطلنا اللي بيسخر من ضعف القوات اللي قدامه، وبيتواصل بعدها مع المساعدة بتاعته وبيأمرها تتدخل هي وباقي القوات. على طول بتنفذ الأوامر وبتبعت القوات كلها، ومعاهم فارسة قوية جدا اسمها كريستينا. السفن كلها بتروح لأرض المعركة وبيبدأوا الهجوم المضاد، وحرفيا بيدمروا كل سفن الجيش اللي قدامهم. بطلنا ليام كان مستمر في التدمير وبيفكر في حاجة واحدة بس، هو ده انتقامي من الحياة الحقيرة اللي عشتها. وبنرجع ساعتها للماضي في حياته السابقة لما كان عبارة عن موظف عادي، وبنشوفه هو راجع البيت وبيطمن على مراته وبنته اللي بيحبهم وهيعمل اي حاجة علشانهم. حياته باين انها جميلة، بس فيها شوية صعوبات، زي انه لما بيروح الشغل تاني يوم بيقابله المدير بالزعيق علشان تقصيره في الشغل، وهي ديت كانت اكبر مشكلة في حياته، شغله اللي مش بيتقدر فيه. بس كل ده يهون علشان عيلته، ولكن مش بيستمر الوضع ده كتير، لان في يوم من الايام كان رايح للشغل وصديقه بعت له رسالة بيطلب منه يروح يشتري له حاجة. هناك بقى بيتفاجئ لما بيلاقي مراته قاعدة مع واحد تاني، وهنا الشك بيدخل في قلبه، وبيروح البيت بالليل وبيلعب مع بنته. كان عايز يسأل مراته عن اللي شافه بس بيتردد، بيقول في نفسه انه اكيد كان فاهم غلط. بيروح تاني يوم علشان يشتري الشكوك ديت، وفعلا بيفرح لما مش بيلاقيها هناك، بس مرة واحدة بيلاقيها جايبة بنته جاية لنفس المكان. الصدمة انها لما بتقابل الشخص اللي كانت معاه البنت الصغيرة بتناديه بابا. مش بيبقى ليام مصدق اللي سمعه، وبيفضل يفكر في الموضوع ده طول اليوم، وده بيأثر على شغله. كالعادة المدير بيزعق له. اليوم ده بقى بتجيله مكالمة من مراته بتستنجد بيه لان بنتهم عملت حادثة، وعلى طول ليام بيتحرك على المستشفى، والدكتور بيجي يبلغهم انها محتاجة نقل دم ضروري. بيشرح لهم فصيلة الدم اللي محتاجاها، وبيتفاجئ ساعتها ليام ان فصيلة دمه مش زي فصيلة دم بنته، بمعنى اصح انها مش بنته. وعلى طول قرر يواجه مراته بالحقيقة، والغريب انها مش بتنكر، بتقول له بكل بساطة انها مش بنتك وانت السبب في ده كله. احنا متجوزين بقالنا 10 سنين وشغلك واخد وقتك كله، وحتى الفلوس اللي بتجيبها مش هتساعدنا حتى في تعليم بنتنا. وطول الفترة ديت هي كان محطوط عليها حمل كبير، وخلاص خدت قرارها انها تسيبه، وكمان هتاخد بنتها معاها. وفعلا بتروح علشان تاخدها وتمشي، وبيحاول ليام يمنعها. بتخرج ساعتها البنت من صوت زعيقهم، وبيسألها ليام اذا كانت عايزة تفضل معاه، بس بنته في اللحظة ديت قررت تطعنه في قلبه، وقالت له انها بتحب ابوها التاني اكتر. خلاص ليام اتحط في الامر الواقع، ومش بيبقى قادر يصدق اللي حصل، وبسبب حظه السيء بيلاقي المدير بينده عليه، بيوري له تحويل بنكي حصل من الكمبيوتر بتاعه لحساب عشوائي بقيمة 50 مليون، وده معناه انه مختلس، مش بيقدر يدافع عن نفسه لانه افتكر انه نسى الجهاز بتاعه مفتوح امبارح، وبالطريقة ديت بيتطرد من شغله، وعلشان يعيش راح يشتغل كعامل بناء. وبسبب الحادثة اللي حصلت له ديت ادت لمراته الحق انها تطلب الطلاق، وكمان هتاخد منه نفقة. مش بس كده، لا، ده الشركة طلبت انها تسترد المبلغ اللي اتاخد، والا هترفع عليه قضية. كده وصلت حياة صديقنا لقمة البؤس.
البؤس، لحد ما في يوم من الايام بيلاقي نفسه بدأ يكح دم، وكانت هي ديت العلامة على نهايته. وبنشوفه بعدها بفترة على سرير الموت، والمرض خلاص قرب يجيب اخره. بيفضل يتحسر على حياته اللي راحت، لكن مرة واحدة بيظهر نور غريب جنبه بيوري له الحقيقة اللي حصلت. الشخص اللي حول الفلوس من على الجهاز بتاعه واتهمه بقضية السرقة هو المدير بنفسه، وما بيكونش عارف هو ليه عمل كده. بس ساعتها بيشوفه هو قاعد مع مراته، والمدير بيبقى هو الشخص اللي كانت بتخونه معاه، يا بنت الخبيثة. بيبدأ ليام يعيط من الحسرة وبيتمنى ان كل ده يكون حلم، لكن في اللحظة ديت بيظهر شخص وبيقول له لا، ده مش حلم، دي هي الحقيقة اللي انت لازم تتقبلها. بس يا ترى انت لو جات لك فرصة تنتقم هتعمل معاهم ايه بعد كل اللي حصل؟ فبيرد ليام ان هو هينتقم منهم اشد انتقام، هيسرق حياتهم زي ما سرقوها منه. بيسأل بعدها الشخص اللي قدامه هو يبقى مين، فبيرد عليه ان هو مجرد واحد حب يساعده مش اكتر، وتقدر تناديني بالمرشد. بيبلغه بعدها ان هو جاي يديله فرصة تانية، وبيعرض عليه يختار الحياة اللي هو عايزها. لو عايز عالم مليان سحر او عالم في العصور الوسطى اختار اللي انت عايزه. ساعتها بيشوف ليام عالم فيه سفن فضائية وبيختاره لانه شبه اللعبة اللي كان بيلعبها زمان. وفعلا المرشد بيوافق وبيعرفه انه عالم خيال علمي، وليام هيتولد كابنه كنت بيحكم واحد من الكواكب، وبيبدأ بعدها انه ينقله. خلاص ليام قرر انه يعيش حياته بالطريقة اللي هو عايزها، ومش هيهتم اذا كان خير او شر، اهم حاجة عنده هيكون نفسه بس. بيفوق بعدها وبيلاقي نفسه في جسم طفل صغير، وهو ده ليام بنفيلد، وعيلة بنفيلد هي اللي حاكمة الكوكب اللي هم عليه واللي اسمه كوكب هيدرا. ليام بقى بيكون فاكر كل ذكريات الجسد اللي هو فيه، والنهارده بيكون عيد ميلاده. امه بتكون عامله له حفله بالمناسبه ديت، وبتاخده علشان توري له الهديه اللي هي جابتها، وبتكون عباره عن دميه آلية، واللي قدامه ده هو الجهاز اللي هيختار منه المواصفات اللي هو عاوزها. وفي نفس الوقت ده بيدخل ابوه علشان يديله هديته هو كمان، والهديه بتكون العيله باملاكها. ايوه، ابوه قرر ان هو يتنازل عن منصب الكنت ويديهوله، بيتنازل لطفل عنده 5 سنين انه يكون حاكم العيله والكوكب اللي هم فيه، وده علشان ياخد مراته وياخد اجازه ويعيش شويه بهدوء. اما حاكم خنكب صحيح، وبيشترط بقى على ليام ان هو يبعت لهم نسبه من ارباح اعمال العيله كل سنه. طبعا ليام بيوافق، وبعدها الاب بينده على الخادم يجيب العقد. ليام بيمضي عليه، بعدين امه وابوه بيودعوه بيمسوا، وبيبقى ليام متفاجئ ان كل حاجه حصلت بالسرعه ديت. انا كمان كنت متفاجئ يا صديقي والله، واكيد المرشد له ايد في اللي بيحصل، بس المهم دلوقتي انه خلاص خد فرصته الثانيه وهيعمل كل اللي هو عاوزه. بالنسبه للمرشد فكان لسه جنب جثه ليام القديمه، وقرر انه يكمل انتقامه من الناس اللي ظلموه. ففي الوقت ده بتكون مرات ليام رايحه تقابل المدير، وكانوا قاعدين سوا بيشتموا في ليام اللي كان مجرد نكره واتخدع بسهوله. بس بيقطع كلامهم الشرطه اللي بتيجي تقبض على المدير بتهمه اختلاس الاموال لموظف بريء. بيحاول يدافع عن نفسه، بس بيعرفوا انه كل شركائه خلاص اعترفوا عليه، ما عادش ليه مفر من العقاب وبيقبضوا عليه. مرات ليام بتكون واقفه مش مستوعبه اللي بيحصل، وفي لحظه كل حاجه بتتدمر قدام عينيها. ساعتها بيقول لها المرشد انها عمرها ما هتشوف لحظه حلوه في حياتها بعد كده. بيكمل وبيقول ان حاليا ليام روحه ماشيه في طريق الغضب، وكل ده هيغذينا انا بس، واكيد النهايه هتكون ممتعه. بيفتح بعدها باب غريب يدخل فيه، وقبل ما الباب بيقفل بتظهر روح صغيره على شكل كلب بتدخل وراه من غير ما ياخد باله. بيكون بقى في العالم التاني في نفس الوقت شويه قراصنه داخلين معركه مع فرسان مملكه ليبي، ومفكرين انهم هيفوزوا. بس مره واحده بتظهر لهم فارسه في الدرع بتاعها اسمها كريستينا، وبتقدر تقود باقي القوات وبتدمر اسطول القراصنه تماما. على الناحيه التانيه بقى بنشوف ليام اللي بيجهز علشان يشوف الخادمه الآلية الجديده، ولما الصندوق بتاعها بيتفتح وبتظهر بيبقى مبهور ان اللي قدامه ديت آلية ومش شخص حقيقي اصلا. بتعرفه على نفسها وان اسمها اماجي وهتكون في خدمته، والخادم براين بيبلغه انها بتكون محتاجه صيانه اسبوعيه. في الليله ديت بقى بيكونوا قاعدين سوا، وبيكتشف ليام من اماجي ان الاعمار هنا مختلفه عن العالم بتاعه، لان الناس بتعيش حوالي 500 او 600 سنه، والشخص يعتبر بالغ لو وصل لسن 50. براين بقى بيبدا يحذر ليام ان هو يقضي وقت كتير مع ماجي او يخرج بيها للعامه، وده لان الامبراطوريه بتحتقر الذكاء الاصطناعي جدا، وده زي اللي ماجي شغاله بيه كده. بيسال ليام عن السبب، فبيشرح له ان زمان البشر فقدوا السيطره على الذكاء الاصطناعي وكونوا جيش واحتلوا العالم. بس في الوقت ده ظهر شويه ابطال اتحدوا وواجهوهم بكل شجاعه، وقدروا انهم يخلصوا عليهم، وهم دول اللي كونوا الامبراطوريه اللي معروفه حاليا. وطبعا ده بيخلي ليام يستغرب، وبيساله ليه امه ادته خادمه آلية بما انها مكروهه. بيكون براين متردد يجاوب، بس ليام بيأمره يرد على سؤاله، فبيضطر فعلا ان هو يجاوب، وبيعرفه ان ابوه وامه سابوا له الحكم مش علشان بيحبوه، لا ده سابوه هربوا من الديون الضخمه اللي عليهم.
وعلى الرغم ان حاكم العيله زمان كان راجل حكيم ومحبوب وناجح، بس للاسف اولاده هدوا كل اللي عمله، ودلوقتي الاشخاص اللي هم مديونين ليهم عندهم الحق يستخدموا موارد ارضهم، وده خلى الاقتصاد يبوظ اكتر واكتر، وبقى استحاله اننا نسدد الديون، وحرفيا كل الناس اللي موجودين هنا فقراء. وده طبعا بيصدم ليام لان كده احلامه في انه يبقى الامير الشرير بتتدمر، وبيبقى مستغرب ازاي يكون في اهل يخلفوا ابنهم علشان بس يشيل مسؤوليتهم وهم يهربوا، وبيدرك للمره الثانيه انه تم استغلاله هنا وهناك، كما هو الحال نفسه في كل العوالم. بيقول بعدها الاماجي انها منبوذه في العالم ده هي كمان زي ما هو منبوذ بالظبط، علشان كده طلب منها تساعده وتتعاون معاه علشان يوصل للقمه ويوري الكل انتقامه الحقيقي. وفعلا هي بتنحني قدامه وبتقول انها اتصنعت من البدايه علشان تخدمه، اما بالنسبه لانها منبوذه فهي مش شايفه كده، وده علشان ليام طلب مساعدتها، وبالنسبه لها هي ديت اهم حاجه في حياتها. بتوعده كمان انها تفضل تخدمه طول عمرها وتنفذ امره. بيفرح ليام جدا وقرر انه يحط فيها قوانين تفضل معاها، وبيكون هيحط القوانين المعروفه لحمايه البشر، بس بيرجع في كلامه في اخر لحظه لانه خلاص قرر انه يعيش حياته لنفسه مش لحد تاني، وبيبدل القوانين الثلاثه بانها لازم تطيع كل اوامره مهما كانت، وتاني حاجه لازم دايما تحميه، وتالت حاجه انها تحمي نفسها. وفعلا القوانين بتدخل في البرمجه بتاعتها، وبيسالها بعدها اذا كان عندها افكار علشان يرجع حكم عيلته لقوته من تاني، فبترد عليه ان عندها طبعا، ولكن ممكن تكون حلولها مختلفه شويه عن فلسفات الامبراطوريه. وطبعا ليام مش بيهتم. بتنصحه بعدها ماجي انه يدخل في كبسوله التعليم الزمنيه، ودي كبسوله لو فضل فيها 6 شهور هتديله معلومات 10 سنين قدام. بيحاول براين يعترض وبيسال مين اللي هيحكم في الوقت ده، فبيقرر ليام ان ماجي هي اللي هتحكم مكانه، وطبعا دي مشكله لان اولا ممكن الذكاء الاصطناعي يعمل انقلاب على البشر، وثانيا الامبراطوريه لو عرفت هتبقى فضيحه. وبيحاول براين يقنعهم بكده، بس بيطمنونا ماجي مش هتعمل اي حاجه هو مش عايزها، وبالنسبه لراي الامبراطوريه فهو مش مهتم وخلاص هو ده قراره. وفعلا بيروح يدخل في الكبسوله وبيودع ماجي، وبعد فتره بتتفتح الكبسوله وبيطلع، وماجي بتكون واقفه مستنياه، فبيسالها عن المده اللي عدت، بتعرفه انه قعد بالظبط 2 سنين جوه الكبسوله، وده معناه انه اخذ معرفه 40 سنه، وهو ما حسش بالمده ديت لانه كان فاقد الاحساس بالوقت. بيلاحظ بعد كده ان جسمه بقى اقوى، وبيطلع انه كان في برنامج تدريبي جوه الكبسوله. حاليا هو يحتاج فتره علشان يتعود على جسمه الجديد. بعدين بقى بتاخده ماجي وبتوري له احصائيات الحاله الاقتصاديه في الاقطاعيه بتاعتهم، وبيطلع انها اتحسنت عن قبل كده، بس اكيد لسه في ديون كتير. فقرر بعدها يخرج في جوله، وبتاخده ماجي علشان يشوف الترسانه العسكريه، وهناك بينبهر اول لما بيشوف الروبوتات لانه اول مره يشوفهم على الحقيقه. بتعرفوا ماجي انهم طراز قديم، والميزانيه بتاعتهم مش كفايه انهم يعملوا صيانه، ودي طبعا بتبقى مشكله. بس ليام كان غرقان في احلامه ونفسه ان هو يجرب واحد منهم. بالفعل ماجي بتخليه يجربه وبتشرح له انهم شغالين بالسحر وهيتحركوا بناء على تخيله هو. بيبدا ليام بقى يتحرك بالروبوت واحده واحده، وبيسالها بعدين اذا كان في اسلحه، بس هي بتكون شالتهم علشان ما يبقاش في خطر عليه، ولكن ليام بيكون عاوز يجرب يقاتل بيه. فقررت ماجي انها ترتب له قتال، وبتستدعي القائد ماشيتا اللي بيوصل بالروبوت بتاعه، وساعتها بيبدا القتال. وبضربه واحده من سيف روبوت ليام ماشيتا وقع على الارض. بيبقى ليام عارف ان هو بيمثل، فبيزعله وبيأمره يقاتل بجديه. فعلا بيسمع الكلام والقتال بيبدا من تاني، ولكن المره دي ماشيتا بيوقع ليام على الارض في ثانيه. وبما ان التحكم في الروبوت بيعكس مهارتك انت، فبيطلب ليام من براين يجيب له معلم للقتال. بيحاول براين يفهمه ان هو مش محتاج للقتال، بس ليام بيفضل مصر على رايه، وده علشان يقرب خطوه من حلمه. وفعلا بيستدعي له براين واحد من احسن المبارزين واللي اسمه ياسوشي، وبيكون شبه الجماعه الساموراي، وده بيخلي ليام مبهور بيه جدا وبطريقته. ياسوشي بقى بيقدم نفسه ليام انه واحد من المبارزين اللي بيستخدموا طريقه الغميض. بتبقى ماجي شاكه فيه وفي طريقته الغريبه، وبتحاول تحذر ليام منه، بس هو طبعا بيكون مبهور شكل الساموراي اللي قدامه. وعلشان يطمن اماجي بيطلب من ياسوشي يستعرض مهاراته قدامها، وفعلا بياخدهم ياسوشي وبيقول لهم ان هو ينفذ واحده من الحركات السريه لطريقه الغميض بتاعته. علشان كده ليام بيخلي اماجي تسجل كل حركاته. بيبدا ياسوشي يحرك السيف في ثانيه لدرجه انه بيبان ما خرجش من مكانه اصلا، لكن كل الخشب اللي حواليهم اتقطع. طبعا بطلنا بيكون مبهور جدا وبيسال اماجي عن اللي سجلته، فبتقول له انه مفيش اي دليل على انه خرج السيف من مكانه، وده طبعا بيخلي ليام مبهور اكتر لان حتى اماجي ما لحقتش ترصد سرعته. وبيطلب بعدها من ياسوشي يكون المعلم بتاعه. في نفس الليله بيرجع ياسوشي للمكان، وبتبان ساعتها الحقيقه وانه خدعهم، وهو كان حاطط جذوع الشجره مقطوعين قبل كده واصلا ما حركش السيف بتاعه، والمرشد كان قاعد بيراقب كل اللي بيحصل. بتعدي بعدها فتره وبنروح لاسطوره الامبراطوريه والفارسه كريستينا اللي طلعت مش مجرد فارسه، لا دي اميره في الامبراطوريه، والمفروض ان دي امبراطوريه تانية غير الامبراطوريه اللي ليام عايش فيها. المهم انهم كانوا بيتحركوا ناحيه المركبه الام للقراصنه
القراصنة، وده علشان المفاوضات لسه لما بينهم وما بين قائد القراصنة جواز. فعلا أول لما بيوصلوا بيبدأ جواز يكلمهم وبيرحب بالأميرة اللي بتحذره إنه لو عمل أي حاجة هيندم، لأن قوات الاتحاد الإمبراطوري حواليهم وبتحميهم. بس ساعتها هو بيضحك وبيقول لها إن الأوان خلاص فات يا أميرة علشان تحطي شروطك. ومرة واحدة السفينة الإمبراطورية بتتحاوط بسفن كتيرة تابعة للقراصنة. كريستينا واللي معاها بيتفاجئوا وبيستغربوا إزاي السفن دي اتعدت قواتهم الدفاعية. بس مرة واحدة بيلاقوا قوات الاتحاد نفسها بتوجه أسلحتها ناحيتهم، وطلع إن كان في ما بينهم ناس خاينين. وبكده الأميرة اتاخدت رهينة، وعلشان يذلوها بيقيدوها وبيخلوها تتفرج على الكوكب بتاعها وهو بيتدمر قدام عينيها. بنرجع بعدها لليام اللي كان بيتدرب مع ياسوشي، وواضح كده إنه واخد الموضوع بجدية. حتى لما بيجي وقت الغروب وياسوشي بيقول له إنهم خلصوا النهارده ويقدر يروح يرتاح، ليام مش بيعمل كده وبيفضل يتدرب. بيحاول إن هو ينفذ التقنية اللي شافها من ياسوشي ولكن مش بيقدر. بيسأل ماجي عن أي طريقة يطور بيها نفسه لكنها مش بتفيده. بعد شوية بيكون ياسوشي قاعد في بيته مروق على الآخر ومبسوط إن هو بيخدع طفل صغير اداله حيلة قدر بيها ياخد فلوس كتير. بس ساعتها بيجي ليام علشان يطلب منه يعلمه التقنية الخاصة بتاعته، بس هو بيرفض بحجة إنها كانت مرة واحدة بس عملها قدامه وهو المفروض يتعلمها، ولو مش عاجبه فهو يعتذر عن تدريبه بعد كده. فبيخاف ليام وبيعتذر له وبيوعده إنه مش هيزعجه تاني بالطلب ده. بنشوفه بعدها مع ماجي وبتوري له التقرير الخاص بالاقتصاد، وبيطلع ان انتاجهم اتحسن ولكن لسه الديون كتير. وبيلاحظ بعدها ان في مشكله في الحسابات وواضح ان حد بيسرق من الفلوس. بيأمرها ليام تستدعي مسؤول الحسابات ديت، ولما بيجي بيسألوا ليام على طول ليه بيختلس فلوس من العيله. فبيحاول يبرر ولكن ليام بيوري له الدليل القاطع اللي معرفش يخبيه، وكان مفكر ان هو مجرد طفل يعني مش هياخد باله من الحاجات دي. الراجل بيبدأ يدافع عن نفسه وبيخترع قصص علشان يبرر نفسه. بالنسبه لليام كان الموضوع هيعدي لحد هنا، بس ماجي بتقوله ان في الملفات اتذكر ان في واحد اتعدم بتهمه الاختلاس وشغال تحت امرة المسؤول ده، وده معناه انه لفق له التهمه علشان يطلع منها هو بريء. في اللحظه ديت بيفتكر ليام نفسه القديمه لما المدير بتاعه ظلمه، على طول بيمسك سيفه وبيقطع راس المسؤول الفاسد، وكان في قمه غضبه وبيأمر ماجي فورا تعمله مراجعه للحسابات واي مسؤول فاسد هيتعدم. بس هي بتطلب منه يهدى وينزل سيفه، وبياخد باله في اللحظه ديت انه لاول مره بيقتل شخص بايده. بيكمل بعدها وبيقول لها استبدلي اي حد تثبت عليه تهمه الفساد بدون آلية حتى لو ده كان هيضر بسمعته. بنشوف ياسوشي في واحد من المخازن بيدور على اي حاجه ياخدها تنفعه علشان لما ليام يخلص تدريبه معاه هو هيخسر مصدر دخله الوحيد. بس بالصدفه بيدوس على مفتاح لباب ضخم وراه، وهناك بيلاقي فارس آلي قديم جدا مركون. ساعتها بتجيله فكره وبيطلب من ليام ان هو يتدرب على الفارس ده، وده علشان الفارس ده صعب جدا ان حد يتحكم فيه على عكس الفرسان الجداد، وعمل كل ده علشان يخلي ليام يضيع وقته ويزود مده التدريب اكتر، وبالتالي هو هيكسب فلوس اكتر. وفعلا ليام بيقتنع وبيأمر اماجي تصلح الفارس ده، وبيكون براين معاه بيقول له ان الفارس ده كان المفضل عند جده وكان قوي جدا ولكن التحكم فيه صعب، وعلشان هو قديم قوي طلبوا مهندسه متخصصه في الاسلحه من الامبراطوريه نفسها. وبيروح ليام بنفسه ويستقبلها في المطار وبتعرف بنفسها وان اسمها كارلين. بتتفاجئ اول لما بتشوف اماجي وانها آلية، المتوقع انها تبقى مش حباها وده العادي في الامبراطوريه كلها، لكن كارلين بتكون متحمسه جدا وفرحانه بيها. المهم بيتحركوا بعدها وبيروحوا للفارس، ولما كارلين بتشوفه بتعرف ليام ان صعب جدا تصليحه. بتقنعه ان هو يشتري واحد جديد ارخص بكتير، لكن هو بيفضل مصر وبيقول لها صلحيه مهما كانت تكلفته، وكمان ضيفي احدث واقوى خصائص القتال. طبعا هي اول ما بتسمع كلمه فلوس بتوافق على طول. بيطلب منها بعدها ليام تعمل له حركه خاصه زي اللي بتظهر في برامج الاطفال، طبعا مش بتكون فاهمه وبتبقى رافضه، فبيقعدوا يتخانقوا سوا. في اللحظه ديت بيجي ياسوشي اول لما بيشوف كارلين بيعجب بيها جدا، بيحاول ان هو يكلمها لكن مش بتهتم خالص وبتفضل في نقاشها مع ليام حوالين الفارس. وعلشان كده ياسوشي بيغضب جدا وبيقرر يطلع غضبه ده على ليام في التدريب، لدرجه ان هو بيجيب له مدفع بيسبول وبيوقفه على خشبه في النهر، وكمان بيطلب منه يصد الكرات وهو متغمي، وده كله بحجه ان هو لازم يعتمد على حواسه مش جسمه. بنسيبهم وبنرجع لكريستينا اللي مسجونه حاليا على سفينه القراصنه. بيجي جواز ياخدها ويوديها للمساعد بتاعه، وده علشان يعمل عليها تجارب ويحولها لحيوانه الاليف. بعد فتره بنشوف ليام راح يشوف الفارس لان كارلين خلصت تصليحاته وحرفيا رجع احسن من الجديد يا صديقي. بيدخل ليام علشان يجربه وبيتعرف عليه الآلي انه القائد
القائد الوحيد المسموح له يتحكم فيه. اول ما بدأ يتحرك بيقع لان لحد دلوقتي التحكم فيه صعب، بس واحدة واحدة بيقوم وبينجح ان هو يحركه. وعلى الرغم ان هو اصعب من الفرسان الجديدة لكن كان بيتدرب على طريقة التحكم فيه، وكمان ده هيديله ميزة انه يبقى اقوى منهم بكتير. وبالمناسبة الفارس ده اسمه افيد. بعدها بيروح علشان يكمل تدريباته وبيكون حاسس بالذنب لانه لحد دلوقتي مش قادر يتقن مهارة الوميض الخاصة بالمعلم. بيلوم نفسه لانه اكيد الغلط منه. بتيجي اماجي وبتطمنه انها شايفة ان عنده الامكانيات، لكن حاسة ان المشكلة في تعليمات المعلم ياسوشي نفسه. بيكون قصدها انه معلم فاشل ومش عارف يعني يعلمه، لكن ليام بيفهمها بطريقة تانية خالص. بيفهم ان هو ما عندوش الايمان الكافي بالمعلم بتاعه وقرر ان هو يتبع التعليمات اكتر واكتر. لا متخلف مفيش كلام يعني. ساعتها بيفتكر ان في سحر في العالم هو لحد دلوقتي ما استخدموش، وممكن ان المهارة ديت بتعتمد على السحر. بيبدأ يتدرب عليها وبتعدي السنين. ليام بيكبر لحد ما اخيرا قدر يوصل لمراده، وبينجح اخيرا يقطع الشجر باستخدام السحر من غير ما السيف يلمسها. ياسوشي بيكون مصدوم من اللي هو شايفه ومش مصدق المستوى اللي ليام وصل له. بيسأله ليام عن مستواه لكن هو مش بيدي اي ردة فعل، وبيقول له اتحسنت لكن محتاج تكمل التدريب اكتر واكتر وما تحسش بالغرور لان لسه قدامك مشوار طويل. لا بيجي يحمل الدرجة الاولى والله. وبالنسبة لليام فبيكون مبسوط ان المعلم مدحه. المهم بنشوفه بعدها على واحدة من السفن الحربية وبيجي له تقرير ان فيه هجوم من القراصنة على واحدة من منشآتهم التجارية، وده على كوكب مليكة التابع ليهم. وحاليا قواتهم بتصد هجوم القراصنة بس مش متأكدين اذا كانوا هيستحملوا اكتر من كده. وعلشان ده قرر ليام ان هو يروح بنفسه لانه مش هيسامح اي حد يحط ايده على ممتلكاته، وكمان علشان يختبر مهاراته اللي فضل يطورها طول السنين اللي فاتت. وعلى طول بيجهز وبيبدا يتحرك بافيد وبيوصل لارض المعركه. بيبدا الهجوم على القراصنه من ظهرهم وده بيفاجئهم ومش بيلحقوا يستوعبوا، مش عارفين ايه اللي بيحصل. وبيلاقوا فجاه حد بيدمرهم واحد ورا الثاني. وبنشوف بقى قد ايه مهاره ليام اتحسنت لانه بيتفادى كل الضربات وبيدمر كل اللي قدامه بسهوله. بيستدعي بعدها بندقيه وبيهجم بيها، وده بيخلي القراصنه يحسوا بالخطر. فبيأمرهم القائد يتجمعوا يهجموا مرة واحدة، واللي بيعملوه ده بيدي الفرصة ليام يستخدم مهارته المميزة مهارة الوميض. وفعلا بضربة واحدة من سيفه بيخلص على أعداد كبيرة جدا من اللي قدامه، وبيحاول الباقي يهربوا من المكان لكنه بيصطادهم عن طريق ان هو بيستدعي قبضة عملاقة بتنفجر فيهم. ساعتها بتبلغوا أماجي انهم خلصوا على نسبة كبيرة من جيش القراصنة وكمان قدروا ياخدوا أسرى كتير منهم، بس في جزء منهم هرب. الأخبار ديت لما بتوصل لجواز بيتضايق جدا لأن ده ممكن يضر بسمعته. ولما عرف ان في جزء من الجيش اللي هرب جايين يستنجدوا بيه قرر انه يروح ويخلص عليهم، وده علشان ما يبقوش وصمة عار بالنسبة له. العكس تماما بيكون في جانب ليام لانهم هزموا القراصنة واخدوا منهم غنيمة، والغنيمة ديت بتكون سفن ضخمة. وقانون الامبراطورية بيقول ان اي نبيل بياخد غنيمة من القراصنة للحق في امتلاكها باللي فيها. وبيطلع ان القراصنة دول كانوا هجموا على سفينة شحن لان كان فيها معادن كتير غالية جدا، والمعادن دي بتستخدم في صنع الاسلحة. بس اهم حاجة عند ليام كانت انه يلاقي ذهب، وده لانه عاوز يعمل عملات ذهبية منها. اما باقي المعادن فيستخدموها في صنع الاسلحة. اماجي بتتكلم وبتقول لهم ان عندنا مشكلة اكبر بكتير واللي هي السفن الحربية. احنا حاليا معانا حوالي 10,000 سفينة بس، و2000 منهم هم اللي شغالين، اما الباقي فيعتبروا مش بيتحركوا، وده كله بيستهلك موارد وفلوس للصيانة كتير. فبتقترح انهم يتخلصوا من السفن اللي ملهاش لازمة. وبيحاول براين يعترض كالعادة لان اسطول السفن دايما بيدل على مكانة العيلة، لكن ليام بيكون موافق على اقتراح اماجي انهم يتخلصوا منهم. وبيعرفوا بعدها انهم ممكن يشتروا سفن جديدة، وده لو باعوا المعادن اللي خدوها كغنيمة من القراصنة، وبالفلوس هيقدروا يشتروا سفن مطورة واحسن بكتير. وفي نفس الوقت ده بيكون في مؤتمر في الامبراطورية لعرض السفن الحديثة اللي بيستخدموها في الجيش، وبتكون كارولين المسؤولة عن المصنع السابع بتعرض تصميم السفينة بتاعتهم اللي بينطبق عليها مثال سفينة حربية للقتال وبس. كل المميزات اللي محتاجينها للحرب متوفرة من حيث قوة الأسلحة والسرعة والمتانة والمرونة. والتاني حد بيعرض النموذج بتاعه هي المسؤولة عن المصنع الثالث، وبتعرض سفينة حربية شكلها فاخر جدا مزودة بكل الرفاهيات اللي هيحتاجها الجنود وقت القتال. وعلى الرغم ان قدرتها الحربية مش كبيرة، ولكن المجلس بيوافق على التصميم ده انه هيكون التصميم الرسمي للسفن الحربية. ولما بتحاول كارولين تعترض بترد عليها المنافسة بتاعتها ان الأسلحة كده كده قوية في المركبتين، لكن هيعتمدوا بشكل أساسي على اللي بيتحكم فيها، ولازم تكون نفسيتهم كويسة علشان يقدموا كويس في الحرب. وده بيخلي كارولين متضايقة جدا لأنها محتاجة انها تبيع الكمية اللي عندها، ومش بيجي في بالها غير شخص واحد بس واللي هو ليام، الشخص اللي صرف مبالغ ضخمة علشان يصلح فارس قديم. أكيد يعني هيشتري منها سفن حربية بالجودة الممتازة ديت.
ديت. على الناحيه التانيه بنرجع للمرشد اللي بنعرف انه عباره عن كيان بيتغذى على المشاعر السلبيه للبشر. بيفكر حاليا ان ليام اكيد مليان بالمشاعر السلبيه بسبب دوامه الديون اللي اتحط فيها وكل المشاكل اللي المفروض يواجهها يعني. لكن لما بيوصل للاقتطاعيه بتاعته بيتفاجئ انها كلها حيويه وباين عليهم الرفاهيه، وكان مفكر ان مشاكلهم زادت وهي بقت خراب دلوقتي، بس العكس تماما هو اللي حصل. بيدخل بعدها للحانه وهناك بيشوف المعلم ياسوشي اللي كان قاعد مش مصدق المستوى اللي ليام وصل له، ولما بيحاول المرشد يتاكد من كلامه بيتفاجئ فعلا ان ليام نجح انه ينفذ تقنيه ملهاش وجود من الاساس، وبالرغم من ده كله فهو لسه مفكر انه ما وصلش لمستوى المعلم بتاعه وبيكمل في التدريب اكتر واكتر. بيفتكر ليام ساعتها حياته البشعه زمان، بس بفضل المرشد هو حاليا عايش احسن حياه ممكن يعيشها وبيشكره من كل قلبه. بس المشاعر ديت بتأذي المرشد نفسه ومش بيبقى طايق نفسه، ده بالعكس بيكون شايف ان خطته فشلت، لكن بيطمن نفسه بعدين وبيقول ان هو طالما بقى جامد كده لما يقع المشاعر السلبيه هتكون احسن. بعدها بنشوف اماجي بتبلغ ليام انها وصلت لحل بخصوص السفن الحربيه، وحاليا الامبراطوريه بتتخلص من اسطولها القديم وبتجدده، وعلشان كده بتعرض اسطولها القديم للبيع، لكن بشرط انك تاخد افراد الاسطول نفسهم معاهم. فبيفكر ليام انهم هيبقوا اضافه قويه للجيش بتاعهم. بيكون المرشد بقى سامع المحادثه كلها وحب انه يتدخل علشان يبوظ الدنيا، فكر انه يخلي الرجاله اللي هيتبعتوا مع الاسطول يكونوا الشراره اللي هتولع في ليام. بعدها بشويه بتيجي كارولين وبتعرض على ليام يشتري منها السفن بتاعتها، ولكن قبل ما تكمل كلامها حتى بيرفض. بيعرفها انه اشترى سفن مستعمله من الجيش الامبراطوري وكمان بالطاقم بتاعهم فمش محتاج منها حاجه، لكن هي مش بتستسلم وبتعرض له النموذج بتاعها وبتبدا تشرح له مميزاته. بيقول لها بدل ما تتعبي نفسك روحي بيعي لي الامبراطوريه وخلاص، لكنها بتعرفه انه اترفض في العرض التقديمي وده طبعا بيزيد رفضه اكتر، لكنها بتفضل تترجاه. بيسال اماني اذا كان عندهم ميزانيه يشتروا منها، فبترد ان ميزانيتهم تسبح ب 300 سفينه ومش هتكون اهدار على المدى البعيد، وفعلا بطلنا بيوافق انه يشتري 300 سفينه. البنت كارولين كانت هتموت من الفرحه وعلى طول بترجع وبتبلغ المدير بتاعها. في اللحظه ديت بيكون براين وياسوشي واقفين يسمعوها، وبيحس ياسوشي ان علاقه كارولين بليام زادت اكتر وده بيخليه يغضب منه اكتر، علشان كده بيفضل يفكر هيعمل ايه علشان ينتقم منه. المرشد بقى بيكون مراقب الوضع ومتكيف على الاخر لانه عايز اي حاجه تاذي ليام وتخليه يحس بالمشاعر السلبيه. بعدها بفتره بتوصل ال 300 سفينه الخاصه بكارولين وكمان الاسطول القديم للجيش الامبراطوري. ليام بيروح علشان يتفرج على السفن بتاع كارولين وبتستقبله وهي متحمسه جدا علشان هيدفع، وبتطلب منه انه يبيع لهم شويه من سفن القراصنه اللي خدها غنيمه. ليام بيرفض في البدايه لانه عايز يضمها للاسطول بتاعه، بس ماجي بتتدخل وبتقترح انهم يتنازلوا عن شويه منها وده في مقابل ان المصنع السابع يطور لهم باقي السفن. كارولين بتبقى موافقه وبتكون عايزه تشتري السفن ديت لان بيستخدموا فيها تقنيه مش موجوده في الامبراطوريه بتاعتهم وكانوا عايزين يدرسوها. بيوافق ليام على الفكره وقرروا يروحوا يشوفوا واحده من سفن القراصنه اللي اسروهم، واول ما بيدخلوا بيلاحظوا ان تصميمها مختلف تماما، مختلف عن تصاميم السفن العاديه. كارولين بتبقى اكتر واحده مبسوطه لانها بتشوف حاجات اول مره تشوفها، ومره واحده ليام بياخد باله من حاجه بتتحرك فبيروح وراها وكمان اماجي بتيجي معاه. بيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا لغرفه الملاحه الخاصه بالسفينه. اماجي بتبدا تشغلها وبيبان الخريطه اللي عليها المسمار اللي السفينه خدته. حرفيا كانوا بيسافروا حوالين الامبراطوريه كلها. بتلاحظ بعدها اماجي حاجه غريبه، دايما في مسارات السفينه بينتقلوا من خلال بوابه زمكان لمنطقه على حدود الامبراطوريه، والمنطقه ديت كانت دايما ساحه للحروب ما بين الامبراطوريه والممالك اللي حواليها. الغريب بقى هو الكوكب اللي بيستقروا فيه دايما بيكون على طول بيتحرك ومالوش مسار ثابت لانه بيمشي ما بين ثقوب سوداء كتيره، وده المكان المثالي علشان حد يستخبى فيه ومحدش يعرف مكانه. واول حاجه بتيجي في بال ليام ان هو جزيره كنز بما انهم قراصنه واكيد يعني هيكونوا مخبيين الون بيس هناك. بتساله اماجي هو ناوي على ايه، فقرر بكل بساطه انه هيروح لهناك وبيأمرها تجهز كل القوات. على الناحيه الثانيه بيكون جواز وصل للمجموعه اللي كانت هاربه من ليام، هو بيعرف منهم ان كنت عيله بنفيلدا هو اللي عمل فيهم كده، وده طبعا بيعصبه اكتر لانهم عيله نبلاء فقيره محدش بيهتم بيهم من الاساس، وبكده تم اهانه اسمه. فقرر فورا ان وجهتهم اللي عليها الدور هتكون مقر عيله بنفيلدا علشان هيدمروهم تماما. وقبل ما بيمشي بيدمر سفينه الناس اللي جابوا له العار وبدا يتحرك بكل اسطوله. بنشوف بقى بعدها ليام بيتحرك هو كمان بكل القوات بتاعته وبيوصلوا اخيرا لبوابه الزمكان اللي كانت هتنقلهم للحدود، بس اماجي بتبلغوا ان البوابه بترفض انهم يعدوا. ساعتها بيكلمهم المسؤول عن البوابه وبيعرفهم انهم لازم يدفعوا رسوم النقل، واكيد 7000 سفينه حربيه هتكون رسومهم كبيره، لكن ليام مش مع الفلوس في الوقت الحالي ومش هينفع يرجع يجيبهم لانهم سافروا طريق طويل، وبسبب وضع العيله الحالي والديون اللي لسه عليهم بيرفض ان هو يستنى، وعلشان الرسوم لازم تدفع مقدم لو عايز يعدي بيضطر يجيب حد ثقه يضمنه لان ده هو الحل الوحيد
الوحيد. اماجي بقى بتعرف ليام ان مفيش اي حد من النبلاء هيضمنهم لانهم فقدوا مصداقيتهم على طول الفتره اللي فاتت. علشان كده قرر ليام انه يروح مركز التحكم في البوابه بنفسه يتفاهم معاهم. وفي نفس الوقت ده بيكون اسطول جواز على الناحيه الثانيه من البوابه بيطلبوا العبور وهيعدوا على طول علشان دفعوه. اما ليام فراح للمركز وفضل يتحايل على القائد ان هو يعديه، بس هو برضه بيرفض انه يعديه من غير ما يدفع. بتوصل لمرحله ان هو بيترجاه لانه عاوز يشوف امه بس، ولكن بتبقى حجه فاشله لانه رايح بالاسطول كامل، واكيد يعني مش رايح يقدم هديه للحاجه الوالده، وبيفشل انه يقنع القائد اللي في نفس الوقت بتجيله مكالمه مهمه فبيسيب ليام وبيمشي. بيفقد بعدها بطلنا الامل تماما، بس بيحس بحاجه بتتحرك من وراه فبيمشي وراها. وعلى الناحيه الثانيه بيبدا مركز التحكم يوصل البوابتين ببعض، بس ازاي اصلا هما بيسمحوا للقراصنه انهم يعدوا؟ ده سؤال واحد موظف بيساله للقائد بتاعه، هو بيرد عليه ان دول مش قراصنه ومفيش حد عدى اصلا، وده لاننا هنقوم ناخد استراحه كلنا دلوقتي ومحدش شاف حاجه ولا يعرف حاجه. وبالنسبه للاسطول اللي مستنيهم قدام البوابه هتتكتب حادثه بالصدفه ان القراصنه دمروا عيله فقيره من النبلاء واحنا ملناش علاقه. واول ما بيخرجوا من المكان بيدخل ليام اللي كان بيدور على الحاجه اللي شافها، وبيتفاجئ حاليا انه في مركز التحكم. بيشوف بعدها ان البوابه متفعله وبيفكر ان القائد حب يساعده بس من غير ما حد ياخد باله، علشان كده فضى غرفه التحكم. بيلاحظ بقى بعدها انها ماشيه عكس الاتجاه وما بيعرفش ان في حد جاي، فقرر من دماغه انه يصلح الغلطه ديت وعكس الاتجاه تاني، وده بيعمل تشوه في اسطول القراصنه اللي بيعبروا من جواها حاليا. بعدها بتجيله رساله من اماجي انه لازم يرجع فورا، وده لانهم وصلوا للضامن واللي وافق ان هو يضمنهم، وما كانش نبيل ولا حاجه، لا ده المصنع السابع التابع للامبراطوريه بمساعده كارولين، وحبت انها ترد له جميل من الجمايل اللي عليها. وفعلا بيبدا الاسطول كله يعدي من البوابه وبيوصلوا للجنب الثاني بسلام، وبكده بس بيكون فاضل انتقالات بسيطه لحد ما يوصلوا للكوكب اللي عايزينه. بالنسبه بقى لاسطول جواز فبيكونوا مستغربين ان بقى لهم فتره كبيره جوه البوابه والمفروض يكونوا وصلوا من فتره، بس بعدها اخيرا بيعدوا للجنب الثاني وبيكتشفوا في اللحظه ديت ان الموقع غلط، وده لانهم حاليا في الفضاء الخاص بالجيش الامبراطوري بنفسه، وقدامهم كميه سفن حربيه ما تقلش عن 70,000 سفينه. سبحان الله كل واحد بياخد على قد نيته. وعلى الناحيه الثانيه بيوصل ليام هو وكل الاسطول في جزيره القراصنه المخفيه، واتاكدوا لما بيلاقوا اعداد السفن الكتيره هناك 20,000 سفينه 3 اضعاف عددهم، ولكن معظمهم خارج الخدمه، وده اللي استحاله كانوا يتوقعوا ان حد يهجم عليهم. بيستغل ليام الفرصه ديت وبيهجم فورا بكل الاسطول، وحتى انه بيجهز افيد وبيخرج بنفسه لساحه المعركه. بيبدا يدمر في السفن وحرفيا كل سفن القراصنه بتتباد، وبيؤمر بعدها اماجي تبعت الفرسان للجزيره. بس قبل ما يدخلوا عايزين نرجع بالزمن شويه علشان نتعرف على الاميره الفارسه كريستينا. كانت هي تعتبر الاميره الاولى لمملكه ليبي المقدسه، وبنشوفها وهي راجعه من الحرب ضد القراصنه وعيلتها بيرحبوا بيها. كان قد ايه هم فخورين ببنتهم اللي رفعت راسهم على الرغم انها مش وليه العهد ولكن مشرفاهم. بس للاسف الحياه الكويسه ديت مش بتستمر، لان زي ما شفنا قبل كده كريستينا تم خيانتها واتاثرت، والقراصنه قدروا يخشوا المجال الجوي للكوكب، وفي لحظه قاسيه قدام عينيها بيدمروا كوكبها تماما. وكريستينا بتتفرج على اهلها وشعبها وهم بيموتوا قدامها، ما كانتش قادره تعمل حاجه، ويا ريت الوضع فضل على كده. ده جواز بعد ما اسرها هي وكل جنودها اللي كانوا معاها على السفينه قرر انه يعذبهم. بتطلب منه كريستينا يقتلهم بس هو بيرفض، ولكن علشان هو قلبه حنين بيعرض عليها تختار واحده بس من جنودها وهو هيحررها. كريستينا مش بتبقى عارفه تعمل ايه، عينيها بتيجي في عين صديقتها فجواز بيختارها، بس الكلب اختارها علشان يعذبها هي في البدايه مش علشان يحررها. وقدام عين الكل بيسلمها للدكتور اللي بيبدا يقطع ويخرط في جسمها بدون رحمه. مش بتستحمل كريستينا اللي بيحصل وبتفقد وعيها تماما، ولما بتفوق بتشوف ابشع منظر في حياتها، صديقتها المقربه تحولت لوحش مشوه فاضل في جزء بسيط من وعيها. بعدها البنت بتسالها سؤال واحد، ليه بس بيحصل فينا كل ده؟ اما جواز فما بيكونش شايف غير ان ده متعه، مفيش احسن من انك تكسر اللي قدامك وتعيشه في يأس. اللي عليها الدور بتكون كريستينا، وبتعيش اكتر لحظات ذل في حياتها وهي مش قادره تعمل حاجه. بيطلب جواز من الدكتور يحط عينيها في كف ايديها علشان تفضل شايفه نفسها على طول. حرفيا جواز ده اقذر انسان في العالم. وبنرجع للحاضر وبنشوف الشكل البشع اللي كريستينا بقت عليه، وبتطلب من الدكتور اللي قدامها بكل يأس انه يقتلها ويريحها، بس هو بيرفض وبيسخر منها لانها اللعبه المفضله للزعيم بتاعه. ولكن بما ان كل واحد لازم ياخد جزاؤه مره واحده بيحسوا بانفجارات في المكان. بيروح علشان يطمن من مركز القياده وبيتصدم ان في حد هجم عليهم ودمر كل السفن بتاعتهم. وفعلا ليام بيكون وصل بالفارس بتاعه بيعلن عن وجوده،
بيدمر كل اللي قدامه لحد ما بيخلص على كل الحراس اللي في المكان هو والجنود بتوعه. بيأمرهم بعدها يدوروا على الكنز، بس ساعتها بيشوف الروح اللي بيشوفها كل مرة فبيمشي وراها. هناك بيلاقي الدكتور مع أعضاء مركز التحكم بيسلموا نفسهم بكل سهولة. بيأمرهم ليام يعرفوا مكان الكنز، بس بيسألوا انت عايز اي كنز بالظبط، كنز الفلوس ولا كنز الحيوانات الأليفة؟ لو انت عايز اصنع لك منهم زي ما تحب. مش بيفهم ليام كلامه فبياخدوا الدكتور وبيوري له كل جرايمه، ومفكر انه ذوق ليام زي جواز بالظبط. من بشاعة المنظر جنود ليام نفسهم مش بيستحملوا اللي شايفينه وبيتحركوا لحد لما ليام بيشوف كريستينا. الدكتور بيتكلم عنها بكل حماس وانها المفضلة عند الكابتن، بس في اللحظة ديت ليام بيكون قرفان منه لأقصى حد. بيشوف وش البنت المعاناة اللي عاشتها طول حياتها، وفي ثانية وبدون تردد بيضربه بطلقة في راسه وبيخلص عليه. وقبل ما بيمشي بيلاقي كريستينا بتنده عليه وبتطلب منه اذا كان في قلبه ذره رحمه يخلصهم من العذاب اللي هم فيه، وطلبها الوحيد انه هو يقتلهم. لكن قبل ما تكمل كلامها بيوافق ليام انه يساعدهم. بيكون ليام عارف من جواه انهم عايزين يموتوا، لكنه رفض انه يشوف حد عاش معاناه اكتر منه ويسيبه. بيعرفوا قائد الجنود ان علاجهم ممكن، بس هيحتاجوا اطباء متخصصين وادويه متطوره وده تكاليفه عاليه جدا. ولكن ليام مش بيهتم، وعلى الرغم انه عمل حاجه عكس انه يكون امير الشر لكنه كان مبسوط. وفي نفس الوقت بتجيله رساله من اماجي انهم لقوا قبو الكنز بتاع القراصنه، وبعد ما نهبوا الجزيره بسلام بيرجع للقصر بتاعه. بتجيله بعدها كارولين وبتقترح عليه بالمناسبه السعيده ديت وانه كسب فلوس كتيره، يعني انه يشتري منهم سفن زياده. ليام بيكون مش عايز يشتري بس هي بتفضل تزن عليه، فبيسال اماجي هم يقدروا يشتروا منها كام سفينه. بتعرفوا انهم بعد ما سددوا جزء من ديونهم وحطوا ميزانيه للاقتصاد هتمشيه يقدروا يشتروا 5000 سفينه. طبعا كارولين اول لما بتسمع كده بتقول انها موافقه وبتخرج جري على طول. ليام بيخرج وراها لانه اصلا لسه ما وافقش على العدد ده كله، ولكنها بتختفي في لحظتها. من الاخر دبستهم، وبيلاقي بدلها المعلم ياسوشي اللي بيطلب منه يجي وراه، وده لانهم هيكملوا تدريبهم. طبعا ياسوشي ما كانش عايز تدريب ولا حاجه، ده كان عايز ينتقم منه بسبب حوار كارولين. فبيقوم مغميه وحاطط اوزان على السيف بتاعه علشان يتقل. بيهجم عليه بعدها بعدد كبير من طيارات درون واللي بيرموا عليه كور والمفروض ان هو يصدهم، بس ده طبعا مستحيل. ليام بقى في الناحيه الثانيه كان مفكر ان ده التدريب اللي مفيش منه اتنين ولازم يفكر علشان يعرف يحل المشكله اللي هو فيها. ساعتها بتجيله فكره وقرر يستخدم السحر تاني، بس المره دي على شكل دفاعي مش هجومي. وفعلا بيبدا يكون درع يحاول بنفسه يحميه من الكرات. لا وكمان قدر يرد بضربات للطيارات ودمرها، وبكده هو نجح في الاختبار. اما ياسوشي فما كانش مصدق اللي قدامه، هو ده مجرد شاب بشري ازاي وصل للمستوى ده؟ وفي الوقت ده ادرك ياسوشي انه وصل لمستوى قوه هيقدر فيها يكشف مخططه بسهوله، ولو وصل للحظه ديت هيقتله. علشان كده قرر يحط نفسه في الامان ويخلص من الموضوع ده بحاله. وبلغ بعدها ليام ان تدريبه كده خلص وهو هيمشي. ولما ليام بيحاول يوقفه بيتحجج ياسوشي ان طريق السيف عمره ما بيخلص ولازم هو كمان يكمل تدريبه. وقبل ما بيمشي بيعرف ليام انه دلوقتي ليه الحق يقول على نفسه معلم وينشر تدريباته في كل مكان، وبيسيبه وبياخد ديله في اسنانه وبيجري. بيحس ليام في اللحظه ديت انه اخيرا وصل لهدفه بعد ما حسن ظروف العيله وكمان بقى محارب قوي وعاش احلى حياه هو يتمناها. وكل ده كان بفضل المرشد اللي طبعا واقف بيبقى يموت من الغيظ لانه نفسه بس يشوفه متضايق شويه. وعلى الرغم من المستوى اللي وصله ليام لكنه بيكون متضايق لانه كان ناوي من ساعه ما اتولد في العالم ده انه يكون امير للشر ويفضل يأذي الناس ويشوف الشعب بتاعه وهو بيعاني قدامه، لكن مفيش حاجه حصلت من ديت لحد دلوقتي. طبعا بيقول الكلام ده قدام براين واماجي لكن محدش فيهم بيهتم، وبيقولوا ان هو لازم يركز في ظروفه الاقتصاديه والديون اللي عليه. وبيجي له بعدها تاجر معروف اسمه مارك وكان جاي له برشوه كبيره، الله اعلم ايه سبب الرشوه ديت، لكن الحاجه اللي ليام كان طلبها هي الذهب اللي اول ما بيشوفه عينيه بتلمع. بيكون مبسوط جدا لانه شايف الذهب علامه للغنى والشر في نفس الوقت. بيطلب منه مارك انه يأمن لهم الطريق التجاري بتاعهم ويبعت معاهم 100 سفينه لان في قراصنه بتعترضهم في الطريق. وفعلا بيوافق بس بشرط ان مارك يجيب له ذهب معاه المره اللي جايه. بعد شويه مارك بيمشي والمساعد بتاعه بيساله عن سبب حب ليام للذهب لكنه طبعا مش بيكون عارف، وده لانه سلعه رخيصه في العالم ده. المهم ان دلوقتي ليام عايز يعيش دور الشرير فقرر يبني في القصر بتاعه اوضه زي اللي بيشوفها في الافلام، وكان عايز يعمل حمام سباحه وكلها مشروبات استغفر الله العظيم يعني. بس طبعا اماجي وابراهيم بيقنعوا ان هو ما ينفعش يعمل كده لان الحاجات دي حرام. هتقولي يعني هم قالوا كده يا صديقي؟ ايوه قالوا، انت تعارضني ولا ايه؟ براين بقى بيكون شغله موضوع مهم جدا وهو انه لحد دلوقتي الاستاذ ليام ما عندوش وريث وممكن اي حاجه تحصل ويموت فيها، وبكده العيله هتنتهي فلازم ان هو يدور له على زوجه محترمه تجيب له وريث زي الناس. بس طبعا ليام مش بيكون مهتم بالحاجات ديت دلوقتي، وقرر انه يخرج ياخد جوله في العالم اللي هو بيحكمه لانه لحد دلوقتي ما خرجش وشاف الناس اللي عايشين هناك وما يعرفش اي حاجه عن عاداتهم وتقاليدهم. بيخرج وبيشوف واحده
بدله بتعجبه، ولما بيجي يكلمها بيتفاجئ ان في حاجه زي بالونه طالعه من مناخيرها. المشكله لما بيبص على الباقي بيلاقي كلهم نفس النظام، ولما بيرجع للقصر بتفهمه اماجي انها موضه، بس هو طبعا بيكون متضايق منها وبيطلع القانون فورا انه يمنعها. على الناحيه الثانيه كريستينا اللي بتصحى اخيرا وبتتفاجئ لما بتلاقي نفسها شايفه ايديها. بتيجي ساعتها دكتوره وبتطمنها انها رجعت لحالتها الطبيعيه بعد ما جددوا جسمها بالكامل. بتبقى كريستينا مش مستوعبه اللي بيحصل من الفرحه وبتفتكر ان ده حلم، وبالرغم من كده بتكون مبسوطه انها بتحلم بحلم كويس زي ده. الدكتوره بقى بتطمنها ان دي حقيقه وده اللي حصل فعلا، وده لانهم استخدموا دواء اليكسير عليها. البنت طبعا اتصدمت لان الدواء ده غالي جدا وبيدفع فيه حرفيا مبالغ مهوله. بتسال مين الشخص اللي عمل كده. الدكتوره بتعرفها ان الكونتليام هو اللي دفع كل تكاليف علاجها، وكمان عالج كل اللي كانوا محبوسين عند القراصنه، وبيكون بعت لها رساله مع الدكتور بيقول لها فيها انك لازم ترد الدين اللي عليكي. كريستينا بتكون مبسوطه لانها خلصت من العذاب اللي كانت عايشاه، وبتاخد وعد على نفسها انها ترد له الدين مهما حصل. بس مش هي لوحدها اللي بتكون حاسه بالشكر تجاه ليام، لاننا بنشوف الناس اللي في المدينه بتاعته حالهم اتبدل حرفيا، وبعد ما كانوا في فقر قاتل دلوقتي بقوا اغنياء وعندهم شركات، ووصل بيهم الحال ان عندهم عجز في الموظفين من كتر الشغل اللي عندهم. المرشد بيكون بيتفرج على كل ده ومش طايق نفسه ولا طايق ليام ولا طايق اليوم اللي جابوا فيه للعالم ده، فقرر يكتشف المشكله فين بالظبط، وبدا ان هو يراجع الخطط بتاعته. بيشوف الناس اللي الجيش الامبراطور بعتهم مع الاسطول، والمفروض انهم كانوا يكونوا بذره التمرد على ليام، وده لما يشوفوا تصرفاته الشريره، لكنهم حرفيا بيقسموا له بالولاء لان من خبرتهم السابقه مع النبلاء ما شافوش احسن منه. بيعاملهم كويس وحاططهم في مكانه تقدرهم، ده غير انه عمره ما اتعامل من تحت لتحت مع القراصنه على عكس معظم النبلاء في العالم الفاسد ده. بيكتشف المرشد ان خطته فشلت هنا، فبيروح للخطه الثانيه واللي هو ياسوشي اللي خلاه يهرب ومحدش شاف وشه تاني. بيعرف المرشد ان الخطط ديت كلها مش هتنفع، وعلشان كده قرر يلعب بطريقه مختلفه. بنشوف ان في الوقت الحالي جوازه اللي معاه قدروا يهربوا من الجيش الامبراطوري، بس بعد ما ضحوا ب2000 سفينه من عندهم كطعم علشان يعرفوا يهربوا، وكل اللي معاهم حاليا هم 30,000 سفينه بس. دلوقتي السؤال الاهم هو ايه اللي خرجهم في الموقع ده بالظبط؟ مش بيكون في اختيار غير ان المسؤولين عن بوابه النقل خانوهم، فقرر جواز ينتقم منهم. بس هنا بيتدخل المرشد وبيساله جواز هو يبقى مين، فبيرد عليه ان هو مجرد شخص عايز يساعده. بيقول له انت بتوجه غضبك للشخص الغلط، وبيتحكم فيه بطاقته بحيث ان كل اللي بيفكر فيه انه يقتل الشخص اللي هجم على الجزيره بتاعته واللي هو ليام يا صديقي. وبيؤمر فورا اتباعه يغيروا وجهتهم لمقاطعه بانفيلد، وده علشان هيدمروهم كلهم. على الناحيه الثانيه بيكون ليام قاعد بياكل ومروق على حاله ومش شاغل باله باي حاجه بتحصل. بيروح بعدها يراجع الحسابات مع ماجي وبتقول له ان اقتصادهم بيزيد بثبات وكمان نسبه تسديدهم للديون ارتفعت. وبيتفاجئ ليام ان لحد دلوقتي ومع الكنز اللي جابوه لسه ما قدروش يسددوا كل الديون اللي عليهم. اهله كانوا سايبين له مصيبه حرفيا، وده طبعا مزعله لان ده منعه انه يستخدم سلطته على الشعب الغلبان علشان يحقق انتقامه بانه يكون امير للشر، لانه لو حب يظلمهم ويرفع الضرائب عليهم ده هيأثر على الاقتصاد نفسه وهيفضل عليه ديون. وعلى الرغم ان ده بيحسسه بالاحباط، بس هو برضه لسه مبسوط بحياته اللي هو عايشها هنا لانه حقق انجازات كتيره ما كانش يحلم بيها حتى. واهم انجاز في دول هي اماجي اللي كانت جنبه طول الفتره ديت. لكن الاوقات الحلوه مش بتدوم يا صديقي، لان براين بيجي بالاخبار السيئه كالعاده وبيقول له ان القراصنه اعلنوا الحرب عليهم ومتجهين باعداد ضخمه من السفن الحربيه ناحيتهم. بيتفهم ليام الوضع بس بيستغرب القراصنه يدوهم وقت الاعلان الحرب وما هجموش عليهم على طول. فبتفكروا اماجي بالجرائم اللي لقاها على الجزيره بتاعتهم، والكابتن بتاعهم ده مريض بيحب يعذب الاسرى، ولو كان هدفه الانتقام فاكيد مش هيقتلهم بس، وناوي على اكتر من كده بكتير. فورا براين بيستدعي 2 من المسؤولين علشان يناقشوا هيعملوا ايه، وبيبدا ان هو يعرف على القرصان جواز اللي مشهور بسمعته السيئه حتى ما بين القراصنه نفسهم، وده واحد من اكبر المطلوبين عند الامبراطوريه. بيقترح ساعتها واحد من اللي واقفين انهم يتفاوضوا مع جواز ويوصلوا لحل سلمي، لكن التاني بيكون رافض انهم يستسلموا لان مهما حصل القراصنه مش هيكتفوا بالاتفاق ده، غير انه جواز طالب انهم يسلموا له كل ثرواتهم وكمان كل الاشخاص اللي شكلهم حلو. لكن اللي اقترح المفاوضات كان عنده وجهه نظر، وهي ان جيشهم عباره عن 5000 سفينه بس مقابل 30,000 سفينه للقراصنه. وبيكون ليام بيفكر ومش عارف يعمل ايه، واللي بيخلي الوضع اصعب انها ماجي بتعمل حساباتها عن طريق انها حللت المعارك السابقه وطلعت نسبه فوزهم في القتال ما تتعداش 4%. بيتكلم براين بقى وبيقول ان لو حظهم حلو
هيكون السلاح الخاص بالمصنع السابع اكتمل. ولما ليام بيساله هو قصده ايه وكان لسه هيشرح ومره واحده بتحصل حاجه غريبه، كله بيقف مكانه ساكت الا ليام نفسه كأن الزمن وقف. وفعلا الزمن بيكون وقف والشخص المسؤول عن ده هو المرشد بنفسه اللي بيظهر لليام لاول مره بعد ما بعته للعالم ده. وليام طبعا كان عايز يرحب بيه بس للاسف هو في مشكله كبيره دلوقتي. المرشد ساعتها بيقول له انه عارف كل حاجه وده لانه هو اللي بعت القراصنه هنا بنفسه. بيحاول ليام يفهم الموضوع فبيشرح له المرشد ان ده بسبب الديون اللي عليه وللحد دلوقتي هي منع عنه يحقق احلامه، علشان كده هو استدعى القراصنه لهنا لان لو ليام هزمهم هياخد كل ثرواتهم. وبالمناسبه الثروه اللي ليام اخدها من الجزيره هي جزء صغير جدا من اللي مع جواز دلوقتي، ولو هزموهم هياخد ثروته كمان شهره غير محدوده. بيحس ليام فعلا ان المرشد عايز مصلحته فبيفرح جدا وبيشكره. ولما بيمشي المرشد دلوقتي بيرجع عادي وساعتها ليام بيديهم القرار النهائي، احنا هنقاتل القراصنه قرار ما فيهوش رجوع. وفورا بيجهز ليام الاسطول بتاعه وبيتحركوا للقتال، وعلى الرغم من نسبه 4% القليله جدا بس لو ما قتلوش هيموتوا كده كده. طبعا ده كله كان تحت مراقبه المرشد اللي قدم نصيحه زي ديت لليام كفخ ليه، لان المتوقع انه يخسر ويقع رهينه في ايد القراصنه هو وكل حبايبه. ده غير انه جواز مش قرصان عادي، لا ده بسبب مصدر تمويله عنده احسن المعدات الحربيه. والمرشد بيلوم غباء ليام لانه صدقه ولسه هو زي ما هو غبي من حياته اللي فاتت، وبيكون مستني على احر من جمر المشاعر اللي هياخدها منه. جواز بقى على الناحيه الثانيه بيفرح ان ليام قرر يقاتل لان ده بالنسبه له تحدي وغرور منه، وهوايته المفضله انه يكسر غروره اللي قدامه، علشان كده بيضاعف المكافاه على اي حد هيجيب اسير حي. بيفضل الجيشين على وضع الاستعدادات لمده 3 ايام محدش فيهم اخذ الخطوه الاولى. ومن الناحيه الثانيه ليام بيكون امر القاده انهم ما يهجموش في البدايه وده بسبب الفرق في الاعداد، اما هو بيكون زعلان اصلا لانه عايزهم يهاجموا وسبحان الله طلباته بتتحقق على طول. بتظهر على الاجهزه اشاره تشويش فوقهم بالظبط، والغريب انهم 500 سفينه بس. بتقول اماجي انه دول اصلا مش من القراصنه ودول ناس القراصنه هزموهم واخدوهم كاسرى وتم اجبارهم يبقوا من القراصنه لكن في ادنى رتبه، علشان كده بعتوهم في البدايه يضحوا بيهم ويشتتوا تشكيل الجيش بتاعنا وده هيدي فرصه للجيش الرئيسي يهجم. وفعلا ده اللي بيحصل وبيبدا القتال ما بين الطرفين. طبعا ليش جيام بيخلص على ال 500 سفينه بسهوله بس ده كان ثمنه غالي لان التشكيل بتاعه متشتت وده خلق فرصه لجواز ان هو يهجم. بيحاول جيش ليام يتراجعوا قبل ما الخسائر تبقى اكتر ولكن جواز بيجي وراهم على طول. بيطلع ساعتها ان كان في حقل الغام محطوط كفخ، سفن جواز بدات تتدمر ولكنه مش بيهتم وبيفضل مكمل حتى لو هيضحي باعداد منهم علشان يوصل للهدف الرئيسي. ورجع نفذ نفس الاستراتيجيه من تاني وخلى القراصنه الادنى يتحركوا في البدايه علشان يموتوا هم. بالنسبه لجيش ليام بيقرروا يعملوا نفس الاستراتيجيه ويحطوا السفن الدفاعيه قدام علشان يحموا السفينه الرئيسيه اللي فيها ليام، وده لانه لو مات الحرب هتنتهي وهدفهم دلوقتي انهم ياخروا جيش العدو لحد ما تعزيزات الامبراطوريه توصل. ساعتها الحرب موازينها هتتقلب، لكن لما ليام بيعرف بيرفض تماما لانه مش موافق ان اي حد يموت علشان خاطره واستحاله انه يضحي بجنوده ويعمل زي القراصنه، وده لانه امير الشر وكل حاجه تحت حكمه فهي ملكه مش هيسمح لاي حد منهم يموت من غير اذنه. وقرر ينزل بنفسه بالفارس بتاعه لارض المعركه. بيحاول قائد الجيش يمنعه لان ده خطر جدا بس هو بيرفض وبيدي القياده والصلاحيه المطلقه لاماجي وهو مش موجود، وبيروح هو لافيد. اماجي بقى بتغير الاستراتيجيه من الدفاع للهجوم بكل السفن وكمان قررت ان السفينه الرئيسيه تكون في المقدمه، وده طبعا بيحط الشك في قلوب الباقي ازاي السفينه الرئيسيه تكون في المقدمه، بس هي بترد ان بدل ليام مش موجود فيها فما بقاش في فايده لحمايتها ولازم هي تكون في المقدمه علشان يقدموا الدعم الكامل لليام اللي بيكون في الوقت ده جاهز وبيتحدف فورا لارض المعركه. بيستخدم بعدها بوابه انتقاله وبيظهر في نص جيش العدو بالظبط اللي بيتفاجئوا ان في هجوم انتحاري جاي عليهم. بيأمروا كل المدافع توجه ضرباتهم عليه لكن ليام بينجح يتفاداهم كلهم، وكمان الدعم بيجيله من ورا بمدافع السفن والفرسان بدأوا يتحركوا. بيستدعي بعدها سيفه وبيبدأ يدمر في الفرسان اللي قدامه. بعدها بيجهز بنادق الليزر اللي بيقدر بيها يدمر اعداد كبيره جدا من السفن، وده بيشتت تشكيل القراصنه وبيدي الفرصه لاماجي تخترق مركز جيش العدو بالسفينه الرئيسيه نفسها. وبيستمر الجنود في قتال الفرسان الاليين. في الوقت ده بتكون الذخيره خلصت من البنادق اللي مع ليام، وبعدها بيتصاب فجاه. بيطلع فارس تابع للقراصنه بس باين عليه القوه شويه، وبيبدا ساعتها القتال بالسيوف. وبيفكر فارس القراصنه ان الشخص اللي قدامه ده فارس مشهور وما يعرفش انه الكنت بنفسه. بيسالوه عن اسلوب السيف اللي بيقاتل بيه فبيرد ليام انه اسلوب الوميض، وده بيخلي القرصان يسخر منه لان مفيش اسلوب بالاسم ده. فبيقرر ليام يثبت له ان هو غلطان وبضربه واحده من سيفه بيخلص عليه. بيلاقي بعدها نفسه متحوط بعدد كبير من الفرسان اللي بيكونوا متفاجئين ان عيله كنت فقير زي ديت عندها فارس بالقوه دي. فبيبدا ليام ان هو يخلص عليهم واحد ورا الثاني باستخدام مهاره الوميض.
بس في اللحظه ديت بيجيله اشعار ان الدراع الآلية متضرره، وواضح كده ان الفارس مش قادر يستحمل المهاره ديت، وبما ان الكثره بتغلب الشجاعه فبيلاقي نفسه متحوط باعداد كبيره جدا من الفرسان، وكمان افيد بدا يتضرر بشكل كبير. ده غير ان باقي الجيش مش قادر يواكب فرق الاعداد، ونسبه نجاحهم دلوقتي بقت 1% بس. وقبل ما ليان بيفقد الامل بيلاقي هجوم جاي من بعيد وبينقذه، وصاحب الهجوم ده هو كريستينا الفارسه الاميره اللي جايه ترد الدين اللي عليها. وصلت لساحه المعركه هي وباقي فريقها وبداوا القتال. حرفيا بتبدا تاخد سفن القراصنه يمين في شمال، وبتبقى حاسه بالفرحه وهي بتقتلهم لانها تاخد حقها منهم. بيشكرها ليام على اللي بتعمله، وده على الرغم انه مش عارف هي مين كويس، بس حاسس انها ممكن تاخد الاضواء منه فقرر يتحرك. وبيبدا انه يستدعي دراع ضخم جدا وبيدمجها في افيد، وبعدها بيطلع سيف ضخم وبيجهز للهجوم. وبضربه واحده من مهاره الوميض بيقدر انه يمحي سفن القراصنه على مرمى البصر. حرفيا اعداد مهوله اتدمرت بضربه واحده بس. جواز بقى بيبقى مصدوم ومش فاهم ايه اللي بيحصل معاه. من اللحظه ديت نسبه الفوز بترتفع ل 83%. بنشوف بعدها ليام والدراع اللي عملها كانت متضرره من الهجوم، لان كان اخرها هجوم واحد بس، لكنه بيخلعها وبيرجع تاني طبيعي وبيجهز علشان يكمل قتال في المعركه اللي هتخلي اسمه يتخلد في الامبراطوريه بحالها. وبيكون كل اللي متحمس ليه انه هياخد ثروتهم بحالها. كريستينا بقى كانت بتراقب ومبهوره بكل اللي بيعمله، بس بتتشتت وواحد بيهجم عليها من ورا، لكنها بتلحق نفسها وبتقتله في اخر لحظه. بتكمل قتل كل اللي قدامها بكل هوس كانها مجنونه، وبعد اللي عملوه فيها فده حقها بصراحه. في اللحظه ديت بتبلغ اماجي ليام ان في فريق من الفرسان بيقرب عليهم، وفعلا بيهجموا عليه لكنه بيكون بارع وبيحمي نفسه وبيخلص عليهم كمان. في اللحظه ديت بيكون قاده الجيش اللي بعتهم من الامبراطوريه بيتفرجوا على ليام وخايفين عليه، بس بيشجعوا نفسهم وفخورين لان عمرهم ما شافوا نبيل بيدافع عن شعبه وارضه بالشغف ده. ولحد دلوقتي من كل اللي قبلوهم ليام هو الوحيد اللي يستحق لقب الامير، وده على الرغم من كل المصاعب والحياه البشعه اللي عاشها. في الوقت ده بيكون اخيرا ليام قدر ان هو يوصل للسفينه المركزيه وبيحاول يهجم عليها، ولكن سفن دفاعيه كتير بتقف قدامه وبتكون درع بتصد بيه كل هجماته. علشان كده بيحاول ليام انه يعمل انتقال اني يوصل بيه للسفينه، بس بيكون في تشويش ومش بيعرف. بتقرر ساعتها اماجي تتدخل وبتأمر كل السفن حرفيا يهجموا في نقطه واحده بس على الدرع. وفعلا في مشهد جبار بيكون هجوم مدمر بيقدر يفتح حته من الدرع، وقبل ما يتكون تاني بيهجموا تاني، وبينجح ليام ان هو يعدي للجانب بتاع السفينه المركزيه اللي بيكونوا مصدومين من الفارس اللي عمال يدمر قواتهم ومفيش حاجه قادره توقفه. وفي اللحظه ديت بيفقد جواز الامل وخلاص عرف ان هو مش هيكسب المعركه، علشان كده قرر ياخد اخر طريق وهو انه يهرب ويسيب كل اتباعه في المقدمه يشتتوا ليام، عقبال ما هو يهرب بهدوء من غير ما حد ياخد باله. يعني ده اكيد هيضر بسمعته، بس احسن ما حياته كلها تتاخد. ولكن لسوء حظهم قبل ما سفينتهم تقدر تنسحب بيكون ليام وصل لها، بيدمر كل المحركات بتاعتهم، وفورا جواز بيأمرهم يجهزوا طياره الهروب، لكن اول ما بتظهر ليام بيشوفها وبيدمرها. بيوصل بعدها باقي الجنود على ظهر السفينه فبيأمرهم ليام انهم يسيبوا الفرسان وينزلوا بنفسهم يدوروا على الكنز. بس في البدايه بيستدعي ايادي عملاقه بتدمر كل الموصلات في السفينه علشان ما يقدروش يتحركوا. بيدخل بعدها هو وباقي الفريق وبيلاحظ ان في حد مستخبي، ولما بيهجموا عليهم بيطلع انهم كانوا لابسين بدل هروب بتخفي وجودهم اصلا، وده غريب لان ديت حاجات غاليه جدا ما ينفعش تكون موجوده مع قراصنه. المهم انهم بيتحركوا وبتظهر لهم فرقه كامله جاهزين علشان يهجموا عليهم، بس ليام بكل هدوء بيعدي من جنبهم وبحركه بسيطه من سيفه بيخلص عليهم كلهم. وهي ديت بقى تعليم المعلم العظيم ياسوشي. بيكملوا بعدها وبيقتلوا كل اللي قدامهم حرفيا لحد ما بيوصلوا اخيرا لغرفه القياده، وهناك بيكون نائب القائد اللي بيشتم في جواز علشان سابه وهرب. اول لما بيشوف ليام بيبدا يترجاه يسيبه عايش وهو هيدله على مكان الكنز، وبينحني علشان يخليه واحد من رجالته. بس مره واحده بيلاقي راسه مش في مكانها اصلا، واللي بيراقب كل ده ومش عاجبه اي حاجه من اللي بتحصل هو المرشد اللي ما كانش مصدق القوه اللي ليام وصل لها. بيفضل يشتم في ياسوشي لانه السبب في ده كله. فعلا والله الناجح دايما مكروه، هو الاسطوره ياسوشي اللي كان السبب في ده كله. المهم ان المرشد قرر يلعب بطريقه اخبث من كده، وهو انه هيدي لجواز القوه اللي هيقدر بيها يهزم ليام. جواز بيكون في الوقت ده بيحاول يدور على اي طريقه يهرب بيها، وبيفكر اذا كان ممكن يطلب العفو من ليام. بس في اللحظه ديت بيظهر المرشد وبيسلمه القوه اللي تخليه يتحول لحاجه شبه الشيطان، ما عندوش اي ذره خوف وحاسس بقوه مهوله في جسمه. بيتوجه لليام علشان يقتله، وبكده يتاكد المرشد ان خطته هتنجح المره دي. فتح نفس الباب اللي بيجي منه على طول، بس قبل ما يتقفل بتخرج منه الروح اللي شفناها في البدايه. الغريب بقى ان ليام بيحس بالروح ديت وبيفتكر في اللحظه ديت كلبه القديم، وانها ممكن تكون هي. بالصدفه هو ماشي بيلاقي علبه كانت وقعت من جواز، وطبعا عجبته فاخدها. لاحظ بعدها روح تاني فبيمشي وراها، وبيوصل هو واللي معاه لطريق مسدود فبيأمرهم يكسروا الباب. ولما بيدخلوا بيلاقوا انها اوضه مليانه قطع فنيه قديمه، وليام عينه بتقع على سيف غريب. لما بيفتحوا بيعجبه جدا وبيقرر ياخده معاه. وفي الوقت ده بيجيله انذار ان في هجوم عليهم من وحش غريب، وهو ده جواز اللي بيهجم على الجنود. وقبل ما يموتوا بيطلبوا من الباقيين يخرجوا ليام من السفينه بسرعه، لكنه بيظهر في اللحظه ديت وبيحررهم من ايد جواز، ومن قوته السيف بتاعه بيبوظ علشان كده
يرميه، وقرر بعدها يستخدم السيف الجديد. الغريب بقى انه اول ما بيهجم بيه بيقطع دراع جواز فورا، وده بيخليه يخاف ويغضب وبيهجم على ليام تاني، لكنه برضه بيقطع له دراعه التاني. في اللحظه ديت بتظهر قوه المرشد ودراع جواز بتتجدد، بس مش بترجع زي ما كانت. ولكن بالرغم من كده برضه ليام بيقطعها كانه بيسخر منه. بيعرف جواز في الوقت ده انه ما قداموش حل، فبيبدا يترجى ليام وكله رعب. بيطلب منه يعفو عنه وهو هيديله كل الكنوز اللي عايزها، لكنه بيرد عليه ان اصلا كنوزه بقت ملكه، فمش هيحتاج منه حاجه يديها له. وكل اللي هيحصل دلوقتي انهم هيسلموه للامبراطوريه يتعاملوا معاه براحتهم. بيكلم بعدها قائد الفرقه اللي معاه وبيساله اذا كان هيسيب المجرم ده عايش بعد ما قتل عدد كبير من جنودهم. ليام بقى كان كل اللي فارق معاه ان المكافاه تكون اكبر لما يسلمه عايش، بس الجندي بيصحح له بيعرفه ان المجرمين الخطيرين زي جواز المكافاه بتكون نفسها سواء عايش او ميت. ولما بيعرف كده بيقطع راسه بكل سرور. وكده ليام بيكون خلص مهمته وبيرجع للسفينه يستريح. وبيؤمر بعدها قائد الجيش يهتم بالباقي. وبسبب الانجاز الكبير ده كل الاراضي اللي تحت حكم ليام شهرتها بتزيد، اهلها حالهم بيتحسن اكتر واكتر، وبيبقوا شايفين ان الفضل ده كله يرجع لليام اللي غير حياتهم تماما ورجع مدينتهم للمجد اللي كانت عليه زمان. وعلى طول بيجي براين لليام وبيبلغه ان جات له رساله من العاصمه الامبراطوريه محتواها انهم عايزين يمنحوه وسام على الانجاز الكبير اللي عمله، علشان كده بيطلبوا منه يحضر حفل تسليم الجوائز في العاصمه. وفعلا ليام بيروح وبياخد معاه ماجي، وهناك بيبلغوا الخادم ان في ناس عايزين يشوفوه. الناس دول بقى بيكونوا هم عيلته اللي ليام اصلا نسى انهم موجودين، ابوه وامه وجده وجدته. بعد ما سابوا المسؤوليه كلها عليه راجعين دلوقتي يشكروا فيه ويحبوه، بس بيعاتبوه لانه جايب اماجي معاه لانها آلية شغاله بالذكاء الاصطناعي. وزي ما احنا عارفين الامبراطوريه بتكره الذكاء الاصطناعي وبيطلبوا منه انه يتخلص منها، علشان كده اماجي استأذنت علشان تمشي، بس ليام بيوقفها وبيطلب من اهله يعرفوهم هم جايين ليه. ساعتها بتبان نواياهم الحقيقيه، فلما سمعوا ان هو هياخد مكافاه من العاصمه حبوا انهم يكون ليهم نصيب منها، وده لانه ابنهم حاببهم. بس هو بيرد بكل برود وبيطردهم من المكان. بيتعصب عليه ابوه لانه ازاي عامل اهله بالطريقه ديت، بس هو بيرفع عليه السيف وبيقول له ان الفلوس كلها فلوسي، مش هتطولوا منها جنيه واحد، ولو خلصتوا اتفضلوا مشوا. ونعم الابن الصالح والله. وبعد ما بيمشوا بتقترح عليه اماجي اذا كان متضايق منهم يزود لهم نسبه الفلوس اللي بياخدوها منه، بشرط انهم ما يتدخلوش تاني في حياته نهائي. وفعلا بيوافق وبيطلب منها تبعت لهم عقد بالكلام ده. وبيكون المرشد واقف بيراقب الوضع، وهو هيموت من الغيظ من عمنا ليام لانه حرفيا دمر كل الخطط بتاعته. وقرر ساعتها يلعب له اللعبه الجديده اللي هتكون على عيلته. بيستقبلوا خبر انه عايز يقطع علاقته بيهم مقابل زياده في الفلوس. بيكونوا طبعا متضايقين وبيبداوا يتخانقوا كلهم وبيلوموا بعض. وساعتها بتظهر قوه المرشد في المكان وبيبدا يتحكم فيهم. قرروا وهم تحت سيطرته انهم لازم يغيروا وريث العيله، ووقتها الملك كله هيرجع لهم. واما بالنسبه لليام فقرروا ياجروا ناس يقتلوه. بس في اللحظه ديت بتظهر روح الكلب من تاني في المكان، لكن المره دي بتظهر لاماجي اللي بتقرر تروح وراها. وساعتها بتسمع مخطط اهل ليام بيقولوا انهم هيغيروه بحجه انه على طول دميه جنبه، وده طبعا عار. وتاني يوم بيكون الاحتفال اللي ليام هيتكرم فيه وكل حاجه بتعدي على خير. بنشوف بعدها عيلته راحوا يقدموا طلب بنفسهم للمستشار الاعلى انهم هيغيروا رب الاسره، لكن بيكون رده هو الرفض التام لانهم ما قدموش اي حاجه مقنعه تخليه يوافق انه يشيل ليام. بيجيبوا حجه الدميه تاني، بس هو بيرد ان دي مجرد عادات في الامبراطوريه، لكن في الاصل هي مش ممنوعه، وهو ليه الحريه يعمل اللي هو عايزه. بيوجه ساعتها كلامه للاب وبيقول له بالمناسبه هل انت بتطلب مني ان اشيل شخص بيدفع الضرايب اللي انت كنت بتتهرب منها وما دفعتهاش ولا مره، والشخص ناجح جدا في اداره ممتلكاته بيعلي نشاطها الاقتصادي وبيفيد الامبراطوريه، وفوق ده كله بيواجه القراصنه ويهزمهم؟ احب اقول لكم يا اساتذه ان ابنكم الامبراطور بنفسه بيهتم بيه وحاطط امل كبير عليه، فيا ريت تكونوا فهمتوا اللي انا قلته. يعني لو ليام اتضر باي طريقه من ناحيتكم فهتكون العواقب بتاعتكم شديده. بيسمعوا الكلمتين دول ومش بيكون قدامهم اي حل غير انهم ياخدوا بعضهم واللي باقي من كرامتهم ويمشوا. ساعتها بتظهر اماجي وبيبان انها جات وبلغت المستشار بخطتهم، وهو وافق يساعدها كنوع من المكافاه على الانجازات اللي ليام عملها. بيطمنها اصلا انه ما كانش هيقبل طلبهم حتى لو هي ما حذرتوش. وفي نفس اليوم ده بتكون اماجي مع ليام وبيحكي لها عن كل الاحتفالات اللي حصلت في اليوم وهو متحمس، لكن هي بتقرر تقطع عليه فرحته ديت وتبلغه انه لازم يتخلى عنها. بيفكر انها عايزه اجازه شويه، لكن هي بتطلب منه يتخلى عنها تماما لان حاليا بقالهم 40 سنه وهو هيوصل لسن الرشد قريب، وطول ما هي جنبه هتفضل تضر بسمعته، ودي هتكون نقطه ضعف اعدائه ممكن يستغلوها علشان يأذوه، وده هيتعارض مع القوانين اللي هو حطها. والقانون الاول ان ما ينفعش اماجي تأذي سيدها، وهي طبعا شايفه ان مجرد وجودها جنبه ده اذيه ليه. طبعا بطلنا بيكون رافض حاجه زي ديت تماما وبيأمرها انها تفضل معاه، لكن هي بيكون عندها حريه رفض الامر ده لانه بيتعارض مع القانون اللي ليام حطه. بس ساعتها ليام بيسالها عن مشاعرها الحقيقيه واذا كانت هي فعلا قادره تسيبه. وفي اللحظه ديت والاول مره بتحس اماجي بمشاعر البشر وبتبدا تعيط لانها بس فكرت انها ممكن تبعد عن ليام، فاطمن انها عايزه تفضل معاه. وقرر يحل الموضوع بانه قال لها
لو هي سابته ومشيت فهو يعرض نفسه للخطر، وبالتالي ده يتعارض مع القانون اللي هو حطه، فما بينفعش انها تسيبه. وبس كده بتخلص رحلتهم بخير وبيرجعوا لوطنهم، وهناك الكل بيستقبلهم وهم فرحانين، وبتكون دي اسعد لحظات عدت على ليام في حياته ديت او اللي فاتت. وبيفتكر في اللحظه ديت صاحب الفضل عليه والسبب في ده كله، واللي هو طبعا المرشد، وبيشكره من كل قلبه. وده طبعا مش بيكون حلو للمرشد لانه ناقص بس ينزل يضربه حرفيا. بس لحد هنا بقى بتكون حكايتنا خلاص خلصت، حكايه البطل ليام اللي مليانه مغامرات. لو عجبتك ما تنساش تقولي رايك عنها في التعليقات، وما تنساش كمان يا عم تصلي لي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا يا عم، سلام سلام سلام.